دلوقتي انا دي الادوات اللي انا هستخدمها طول السكتشز كلها. انا عادة مش بستخدم غيرها يعني. الاحسن طبعا في ان احنا نبقى نستخدم الجلاف بتاع الرسم الرقمي عشان لمسة ايدينا ما او راحة الايد ما تعملش حاجة في السكتشز او تحركها مرة واحدة وكده. ده القلم الرصاص، تمام، او البنسل، يعني شوفوا مكتوب اسمه ايه، انا مش عارفة، انا هو بشكل كده على طول. ده انا اللي بعتمده، يعني هو الاساسي بالنسبه لي، بسكتش بيه وممكن اشتغل بيه تظليل وابلند. هوريكم دلوقتي بابلند ازاي وبمسح ازاي الحاجات دي. دي التول اللي انا بدمج بيها، هوريكم شكلها من جوه بيبقى عامل ازاي. واي تول تانية تبقى فيها نفس الفكره بتاعه المربعات دي هنقدر ان احنا نشتغل بيها فوق البروشس. يعني بعد ما ارسم او اظلل او حاجة اقدر ادمج بيها، وطبعا بتحكم في درجة الدمج او التأثير بتاعها على البروشس بتاعتي من المكان ده. بصوا كده اهو، هنا من الفلو بتاعها بقلل الفلو او بزوده ده، عن زي الاوبستي او الافكت بتاعها على البروش. دي الاريزر، دول اللي انا استخدمتهم، ما استخدمش اي حاجه لاني مش هرسم واقعي، هو مجرد سكتشات. هنتعرف كده على شويه الحاجات اللي انا استخدمتها خلال السكتشز بتاعتي او اللي عاده بستخدمها في التطبيق، وبعد كده هننتقل لمرحله تانية. دي سelection، يعني انا اسفه ان هي ما كانتش واضحه في الكاميرا، بس هي هتلاقوها على شكل مستطيل او مربع فوق، معمول شرطات كده جنب بعض، وفي علامه بلاس كده على جنب في الشريط اللي فوق اللي فيه التولز بتاعت فوق اهي، تمام. وجنبها اللي هي البلس، اللي هي الاسهم البلس اللي بنقدر نتحرك بيها اللاير اللي احنا واقفين عليها دلوقتي انا اشتغلت لايرز، يعني لاير فيها خطوط، هنا هعملها ميرج مع اللي تحتها. يعني ايه ميرج؟ يعني هخليهم كانهم جروب واحد. في بروكريت بيبقى اسمها جروب، لكن هنا اسمها ميرج. ممكن اعمل ميرج اول واخلي كل اللايرز اللي انا اشتغلت عليها في طبقة واحدة، وممكن ان انا اخليهم طبقات او ادمج طبقتين بس مع بعض. هنا بغير لون الباك جراوند، وده انا عملته جوه السكتش بس مش في اوله، في الاخر خالص. انا بعد ما خلصت قررت ان انا اشرح لكم التولز عشان تكونوا اكتف كده معايا ونشوف مع بعض احنا رسمنا ايه. ده سكتش بتاعي، وحاولت ان انا انوع كده. وده سكتش لارين، طبعا شكرا جدا الفنانة لارين. ايه، برافو 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 ان انتي ما قدرتيش تتحملي تسيبي ايباد ماما في حاله، وقررتي ان انتي تبداي الابداع العظيم ده.